صباح الخير. النهاردة هنعمل طاجن البسلة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. يلا نبدأ الوصفة علشان مطولش عليكم. في حلة ننزل بمعلقتين سمنة، كيلو لحمة متقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، نص معلقة فلفل اسود، تلات فصوص من الحبهان، نشوح اللحمة، بصلتين كبار متقطعين، نص معلقة توم مهروس، ونشوح البصل مع اللحمة لحد ما البصل يدبل. عود قرفة، ننزل بالصلصة، ونغطيها بالمية، ننزل بالبسلة والجزر، اتنين ورق لورا، فلفل حار وده اختياري. لو بتحبي الحاجة سبايسي شوية فهتحطيه، مش بتحبي سبايسي فممكن نستغنى عنه عادي خالص. ننزل بمعلقة كبيرة من الملح، اتنين حبة بطاطس متقطعة شرايح، نتركها تستوي 3/4 سوا. بعد ما استوت نحضر الطواجن وننزل بكمية البسلة في الطواجن، وندخلها الفرن حتى تستوي على درجة حرارة عالية. كده بقى معانا أجمل وألذ وأطيب طاجن بسلة باللحمة. ما شاء الله ريحته كانت جميلة جدا وطعمه كان ما شاء الله روعة، وأحلى طاجن بسلة يستحق التجربة. نغرفها في طبق، وأجمل طاجن بسلة هتدوقوه حرفيا، ينفع لعزومات رمضان. وما شاء الله بجد كان طعمه حلو قوي، وكمان كان شكله، واللحمة ما شاء الله عليها كانت دايبة، وكل الخضار كان ما شاء الله دايب جدا. ممكن نقدمها مع الرز الأبيض أو الرز بشعرية، هيبقى طعمها خرافي. وبالهنا والشفا.
فلو عجبتكم الوصفة متنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، وتدعموني بلايك واشتراك لو عجبكم الفيديو. وفي امان الله وحفظه، ومع السلامة.